تخيل كده معايا لو انت ماشي لوحدك الساعة 2 3 بالليل في الشارع، وطبعا الجو هادي والناس كلها نايمة في بيوتها، وفجأة عينك تقع على منظر زي ده. ست قاعدة في نص الشارع لابسة هدوم كلها اسود في اسود، وحتى كمان مغطية وشها، الجزمة سودا والعباية سودا والطرحة برضه سودا، وانت مش فاهم حاجة يعني في الليلة السودا دي. المهم كل اللي انت محتاجه دلوقتي انك تعدي من جنبها بسلام وتروح بيتك. كمان انت مش عارف هل مخبية سلاح ولا لأ. طب مش يمكن تكون مش بشر اساسا، يعني جنية بس بتتهيألك او بتتجسد على هيئة ست؟ وقتها انت خدت قرار انك لازم تخلص من كل الغموض ده وتعدي من جنبها بكل شجاعة. واول ما المسافة قربت منها لقيت الست دي بدأت تتحرك وتكشف او ترفع الطرحة عن وشها، واتفاجئت انها جميلة الشكل. بدأت يعني انت تطمن شوية لما عرفت انها بني ادمة. المهم لاحظت ان ملامحها كلها حزينة واحيانا بتنظر لك بغضب، فحصل لك زي لخبطة في المشاعر، وبقيت مش عارف تحكم هل في موقف وحش حصل معاها علشان كده نظراتها حزينة ومنكسرة، ولا ناوية على غدر بسبب نظرات الغضب. وقتها انت اتشجعت مرة تانية وسألتها عن سبب نزولها الشارع في وقت متأخر، وليه هي أصلا قاعدة في نص الطريق. فبدل ما ترد عليك لقيتها بتعمل كده حركات مجنونة، مرة ترفع راسها وتغمض عينيها، ومرة تانية ترفع ايديها لفوق، وهكذا يعني كلها حركات غريبة بتدل على ان الست دي مجنونة. واخر ما انت زهقت قلت لها لو سمحت رد عليا، اقدر اساعدك بايه؟ فردت هي عليك وقالت لك ممكن انا اللي اسالك الاول؟ فقلت لها طب اتفضلي. فقالت لك ايه رايك في العبايه اللي انا لابساها؟ طبعا انت في قمه الدهشه ومش عارف ايه معنى السؤال او ايه يعني اللي هي تقصده. على اي حال يعني انت قررت انك ترد عليها وتختصر الكلام، وقلت لها ايوه فعلا العبايه جميله. فقالت لك كل اللي فات ده كان عرض مثير بتعمله احدى الشركات علشان تسوق للمنتج بتاعها، وهو العبايات والطرح. ايه رأيك تحب تشتري المنتجات لو عجبتك؟ في عندنا حاجات كتير حلوة تقدر تاخد هدية لأختك والدتك زوجتك لو انت يعني متجوز. قول لنا بقى في التعليقات ايه ردة فعلك لو حصل معاك العرض ده الساعة 2 3 بالليل وانت لوحدك. الغريب ان الشركة معينة اكتر من واحدة تقوم بالمشهد ده في اكتر من مكان مختلف، لدرجة ان السكان افتكروا ان الاشباح بدأت تظهر في المنطقة. وبالرغم من ان الفكرة غريبة ومرعبة في نفس الوقت، الا انها عجبت ناس كتير جدا. وبرضه ما ننكرش ان في ناس يعني خافت ورفضت الفكرة دي، وقررت ان هي ما تشتريش اي حاجة من الشركة. وفي النهاية لو عجبك العرض، قصدي الفيديو، ادعمني بلايك واشترك في القناة لو انت لسه جديد، ولو اول مرة تشوف القناة القي نظرة عن المحتوى القديم. ما تنساش ان رأيك بيفرق معايا جدا في التعليقات، وشارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك. سلام.